الله لما يكون واحد مرتاح لا فيديوهات رياكشن ولا اشي. يا الله يا كريم نفلش نحضر. احا تتغير اليوتيوب اسبوعين يا ابويا. انتوا اصلا جاهزين؟ السلام عليكم، معكم اخوة في البيت بلاس. اليوم معنا فيديو جديد. جماعة اسبوعين غيب عليكم من فيديو رياكشن. اخر فيديو رياكشن عليكم من اسبوعين يا جماعة الخير. يا جماعة ايش في يا جماعة الخير؟ ايش في؟ انا رجعت لكم من اول جديد في فيديو رياكشن جديد يا جماعة. طبعا شكرا على النجاح اللي صار باخر فيديو رياكشن، يمكن حوالي تربية هاي هون صورة يعني شكرا. المبلغ صراحة ما حققت ولا ليرة من هذا الفيديو. المبلغ كتير جميل يا جماعة، كتير جميل المبلغ. بس شكرا على دعمكم الاسطوري. خلينا نشوف بس في فيديو ما عجبني، دعمكم اعفن فيه 10 فيوز يا اولاد يا اولاد الاساطير، يا يسعد دين ام البطل اللي حملك يا جماعة. المهم خلينا نبلش فيديو، بلاش كلام كتير. اليوم عندنا فيديو رياكشن جديد من النوع ثقيل زي ما انتم شايفين. الشامي منور الشاشة يا الشامي صراحة. شو احا ليش شكلك عمو؟ شكلك غريب يا جماعة صراحة. فخلنا نبلش الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلتوا على الله. لايك وكومنت، لايك وسبسكرايب كومنت، وخلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بسم الله. اول اشي بدنا نعلق على شغله واحده. اول شيء عشان اكون من البدايه معاكم، انا نسيت احكي لكم هاي النقطه، انه حنعلق على 3 اشياء: الصوت والتصوير والكلمات. يعني صراحه الكلمات هي مهمه عند الشامي، بالذات الشامي. فهو حيكون القائمه قدامكم: الصوت والتصوير والكلمات. اول شيء نبلش بالصوت. انا اول شيء اسف على الاصوات هاي عشان ما بدي كوبي رايت. يعني احنا صراحه بالقناه الثانيه اللي هي قناه الاساسيه ودي عبيد ماكلين فيها سترايك على الاخر، فبديش ناخذ سترايك على هاي القناه. فانا اسف يا جماعه، الصوت يمكن ما يعجبكم بس والله لزومنا. حنقيم اول شيء من الصوت والتصوير والكلمات. نبلش بالكلمات. اول اشي في كلمه لاحظتني غيرت حياتي. هاي مجرى هاي الكلمه ايش كانت؟ بالله حط لنا اياها على السريع. ودي بلا سلم للريد العركه يقرب. وحياة امكم اللي بيقدر يحكي لي هاي الكلمه، يحكي لي من اول ما سمعها يكون رجال. انا حضرت المقطع الفيديو فوق الخمس، اقسم بالله فوق 10 مرات او 5 مرات، والله العظيم ماني عارف كيف انطق حتى انا. اللي ريد العركه يقرب مني، والله ماني فاهم يا جماعه الخير والله. فهاي بتاثر على الكلمات شوي يا جماعه. شامي هدي علينا، هدي وروق. بسم الله خلينا نكمل. طيب خلينا اشرحكم هيك القصة على السريع لحتى الآن. يعني اللي فهمته انه هو حط نار عند ديرة ناس وعملوا طوشة مع بعض عشان هم. جماعة والله ماني فاهم شيء يا جماعة. فيديو كليب الشامي ما كلتم يا جماعة، والله ماني فاهم شيء. اقسم بالله ماني فاهم شيء. جاب قزازة فيها نار ورماها على الناس وقاعد يركضوا، واحد هون وواحد هون وواحد نط فوق النار. الاكشن هذا جاي من سوق الجمعة يا جماعة الخير. والله ماني فاهم صراحة، ماني فاهم والله العظيم. بعدين جيبوا الزلم ياخذوا اللي يريدوا بالثار ولا بالثار. ايش قصدك عمي؟ ايش قصدك شامي؟ بالله ايش قصدك؟ ياخذوا اللي يريدوا بالثار. يعني انت قاتل حدا انا اللي بعرف انه الثار، مش عارف اذا انتوا عارفين هيك ولا لا. بعرف انه الثار بيجي لو مثلا قتلت حدا من قبيلتها او من قبيلة هاي، فتيجي القبيلة تقتل حدا من عيلتك. هذا بعرفه بالثار. انت والله يا جماعة انا ماني فاهم شيء. انا فاتح الكاميرا. خلينا نبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. فاللي فاهم شو القصه بالله يكتب لي بالكومنت عشان انا والله ما فاهم شيء. فما تاخذوني انا رياكشنر فاشل زي من سوق الجمعه. تمام. بسم الله خلينا نكمل.
خد لك هاي اللقطة من المصور، ما ادري مصورة ابن لذين. لا اعمل لك هيك انه والله خلينا بس نطلع عليه يا جماعة. حط لك يا هون، حط لك ما شاء الله. شامي انت بتطبق نسوان بالفيديو كليب ولا ايش؟ لا بحط امك والله. المصور جاي تحسه قال لك اسمع لما تيجي هاللقطة بين لي الجو لاين. لا بالله انا فاهم حركاتك، احنا سلام زي بعض. بين لنا عم الجو لاين، نظبط النسوان كمان مرتين. انت بدك تظبط نسوان، هو النسوان بدهم يظبطوك اصلا. فالما خلنا نكمل. طيب انا صراحة عشان والله بكون صريح معاكم، صراحة والله بكون صريح معاكم. ما بحس الشامي خرج مقاتلة، خرج مضاربة. انا اسف عمي بس انت نحيف لدرجة انحف من انا اسف والله، بس نحف الشامي انحف من هاي شايف، انحف منها والله. نحفه ما شاء الله يعني ما الله اكبر. الله اكبر. ما بحسد على انا والله شكلي طقيت وعيت. فوالله ما بحسه خرج مضاربة. انا اسف والله بس خلينا نكمل. نسيت زي ما الشعر بيت انه حنقيم على الموسيقى برضه. حط لك على القائمة موسيقى زيادة بالله ما تبخذني يا ودي. حط لك موسيقى زيادة يبقى يسعد دينك هيك. حنقيم على 4 اشياء اللي هي الموسيقى والكلمات والتصوير وايش كمان حتلاقوهم. خلينا نكمل. والله هاي ريفرس عجبتني انه خلنا امثل لكم هذا دي ما مش عارفه مثل اول شيء. ثاني شيء التصوير والله الشامي عملنا لوك جديد بهاي الاغنيه، طريقه جديده وحركات جديده. والله فخامه صراحه يعني. فخمت ايش. خلنا نكمل يا جماعه، خلنا نكمل. لو حتى الان لو وصلت وما حطيتش لك اشتراك بدخل لك جوا بيتك بقول لك حط لك اسمع بزعل منك هسه بطلع وانا السيف. خلينا نجيب لك السيف وارجع لك. هذا السيف يا جماعه الخير. وين شايفين هذا؟ والله اللي ما بحط لك بنص عينك بوصل السيف تمام، بنص عينك. عشان خربنا الكاميرا. خلينا نكمل. بسم الله. اللي ملاحظ ومش ملاحظ خلينا انا احب الاحظ لك غريبه. هاي مره عن جد غريبه انه تجيب من هاي امك مثلا. والله صح. اول شيء خليني بس اقول لكم من البدايه انه الاغنيه هي غريبه لانه القصه صراحه اغاني شامي ما لهاش قصه ابدا، او حتى لها قصه ما تنفهم. بس انه جايب او عجوزه غير بالاغاني تاعته الثانيه. هون في اشي غريب. خلينا نشوف باخر المقطع. كمل جماعه كمل. طيب بعتقد هون نكون خلصنا هذا الفيديو. خلصنا الفيديو كليب تبع الشامي. بدي احبتي شكلي قلبتها. انه يا جماعه الخير انا جبت العيد بالفيديو فنسيت احكي التقييمات هي الصوت. بعطي صراحه هي صوت اللقاء اللي هو كبه بغني. بعطيها صراحه حلوه. بعطيها صراحه 5. لا 5. بعطيها 7 يا شيخ. 7 يستاهل 7. بعدين عندنا الموسيقى صراحة هي الحركات هاي. الموسيقى عجبتني برضو بعطيها 6/10. بعدين عندنا التصوير حلو جدا التصوير.
بعطيه 8 من 10. وعندنا آخر شيء الكلمات. يا جماعة الكلمات عندي شيء غريبة، فاهمني؟ فأنا صراحة بعطيها 2 من 10، وباللي كتير عليه المفروض 0، كتير عليها 2 من 10. تحكي عن موضوع حساس. جيناك جانب جديد للشامي في جيناك، هدفه رسالة حاب وصلها. بعيوني بحتضن ولاد جيلي. أيوة، هون السؤال، شو الرسالة بدك توصلها بهاي الأغنية التافهة يا أبويا؟ صراحة لا، مش تافهة، تافهة. شو مش خايف منك عمو، مش خايف منك عمو، أوكي؟ مش خايف أنا مهجد الحارة، لا مش مهجد، قلت لك تافهة. جماعة تحية مين تاحو؟ هو مهجد اليوتيوب أصلا، هذا هو مهجد الحارة. خلنا نكمل. أنا ايش دخل هاي بهاي؟ وقلت له انا تافه، انا داخل الفيديو انا صاحب، اقسم بالله صاحب منهم من قبل شوي، قلت خليني هيك اجت بعقلي اغنية الشامي، خلنا نعمل رياكشن. شو خلنا نعمل رياكشن على اغنية الشامي اللي بس زي الحريمه. خلنا نكمل. انت الاصلية وما حتخذها مني. ايتي بالعربي شو بتحب تقول؟ تقبروني. فكالعادة ايتي بالعربي تواجد مع شامي خلال كواليس تصوير كليب اغنيته الجديدة. اكيد يعني هم متعمدين كالعادة احنا عندنا لما هي بتروح تحكي قصة حلقة 17 مدري 18 عن مرت ابوها، احنا اكيد بنكون معاها، اكيد يا يتي بالعربي، يسعدين امك يتي بالعربي. واللي صورها في لبنان. خد لك هاي الحركة البنت كلب، حسب يطلع لك جني من ايده. والله افلام هندية مالتي ناشونال يا جماعة والله. تحكي عن موضوع حساس وغير مطروح كتير، اللي هو الثأر بثقافتنا الشرقية، بس في من وراء اكيد مو عبثي الموضوع، في من وراء هدف ورسالة حاب وصلها. جيناك يعني انت جاي هلا تاخذ الثأر لحدا؟ ايه صح، هي على قد هيك. طيب اللي مش فاهم شو الموضوع هو كالتالي. الثأر قصده الثار، انه انا باخذ ثارك. اللي مش فاهم شو يعني الثأر بالكلمة باللهجة المصرية، انه ثار، انا عايز اخذ ثارك. هاي ثار اللي انا شرحت ببداية المقطع، انه الثار انه تقتل، إن مثلا هذا قبيلة علي قتلت حدا من قبيلة محمد، فحدا من قبيلة محمد راح يقتل حدا من قبيلة علي، فبتغلق الحرب الأهلية أو حرب الثار. هو بسميها ثأر. هاي معلومية بسيطة، ملخص عن الثار اللي مش عارف شو هو الثار. ايه حب مثلا بدك تسأل للحبيبة، للأهل، للعشيرة؟ كلهم يعني في حب كبير كتير وما بيشبه اللي دائما بنطرحه، ولشخص كتير الحب اللي بيعطينا اياه وبنعطيه ما بيشبه حدا بالعالم. جيبوا الزلم ياخدوا اللي يريدوا بالثار. وفي أقل من 24 ساعة الكليب صار محقق أكثر من 1,000,000 مشاهدة. طيب ما شاء الله وصل 1,000,000 مشاهد. خلينا نشوف كم موصل. خلينا نفتح الجوجل، اكتب على يوتيوب ما شاء الله 3 ايام ومحقق 3,000,000.4 400,000 يعني صراحة ما شاء الله. تاني شيء سلام عليكم، حلو عني بس.